بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات طرق الدهان وإعدادات أسطح الستيل ستراكشر. وفيديو اليوم هنتكلم فيه عن أنواع المواد القاشطة أو أنواع الأبريسيف اللي بتستخدم في أعمال الترميل. وفي الأول لازم نعرف يعني إيه أبريسيف. الأبريسيف دي هي المادة اللي بتستخدم في عملية الترميل أو اللي بيتم ضخها بسرعات عالية جدا، وبتصطدم بسطح الستيل ستراكشر وبتقوم بدورين زي ما قلنا في الفيديو اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. الدور الأول وهو إزالة الشوائب الموجودة على السطح، والدور الثاني اللي هو عمل تخشين لسطح الستيل ستراكشر. ومن أشهر أنواع أو مواد الأبريسيف هو الرمل أو السند، والمادة دي مقبولة في أعمال الترميل بشرط إن نسبة السيليكا فيها ما تزيدش عن 1%، لأنها لو زادت عن النسبة دي كل الناس اللي هتتعرض ليها وهتستنشقها هتصاب بأمراض صدرية مزمنة، ممكن لا قدر الله يوصل بيها الحال إلى ارتئاب رئوي، عافانا الله وإياكم. وفي مواصفات تانية مثلا زي مواصفة أرامكو السعودية اللي هي السايس H001، نصت وقالت كلمتها النهائية إن استخدام السيليكا ساند في عملية الترميل غير مسموح به نهائيا، زي ما هو واضح قدام حضراتكم في زي ما قلنا اللي هي السايس H001 في الفقرة رقم 6.3.2، واللي بتقولك إن السيليكا ساند as abrasive material is prohibited in سعودي أرامكو. بروهيبتد يعني ممنوعة نهائيا. طيب هي السيليكا دي بتيجي منين؟ هقول لك يا سيدي وركز معايا في اللي هقوله. السيليكا دي بتيجي أثناء اندفاع أو أثناء عملية الترميل وأثناء اندفاع حبات الرمل بسرعات عالية جدا، ونتيجة اصطدامها بسطح الستيل ستراكشر الحبات دي بتتفتت إلى جزيئات صغيرة جدا جدا ممكن رؤيتها بالعين المجردة، وبتبقى واضحة أكتر في ضوء الشمس. ومن السهل جدا على أي واحد إنه يستنشقها، لأن زي ما قلنا إن هي حبات صغيرة جدا جدا أو جزيئات صغيرة جدا جدا، وده اللي بنقول عليها السيليكا. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وكده يبقى احنا استعرضنا النوع الأول من أنواع المواد القاشطة أو الأبريسيف، تمام، اللي هو السند. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو الصغير ده يكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.